بنات، انا عندي فكرة النهاردة حلوة قوي. قولي ايه هي؟ ايه رأيكم بعد المدرسة نخرج شوية؟ بصراحة انا زهقت قوي، مش قادرة اروح على البيت على طول، عايزين نخرج شوية. ماشي، يلا انا موافقة. وانا كمان. وانتي يا سلمى؟ ايه، لا لا، انا مش هعرف اخرج معاكم، انا لازم اروح عشان ماما. مالها مامتك؟ يعني هي الساعة بس زيادة اللي هنخرج فيها دي هي المشكلة؟ ايوه، انا مش هعرف اخرج معاكم بصراحة. ليه بس؟ طيب شوفي، لو مش معاكي فلوس مثلا وعايزاني اديكي فلوس، ماشي، انا عازماكي النهارده. فلوس ايه؟ انا معايا فلوس كتيره جدا. طيب انا بهزر معاكي، في ايه؟ لا، انا معايا فلوس بس انا مش عايزه اخرج. ليه بس؟ دي هتبقى خروجه حلوه قوي. ايه مامتك؟ ايه يا سلمى، مش انتي من يومين قلتيلي ان مامتك مسافره برا مصر؟ ايه، ما هي رجعت. ايه، رجعت النهارده؟ ايوه، وانا لازم استقبلها وتبقى معايا على طول. طيب ماشي. خلاص، انا عندي فكره حلوه يا سلمى. قولي. بصي، ايه رأيك نجيب اكل من برا ونيجي نقعد عندك في البيت؟ تبقي شوفتي مامتك وفي نفس الوقت خلاص عادي. ايه تيجوا عندي فين؟ عندك في البيت يا سلمى، فيها ايه؟ مش قلتلنا ان انتي بيتك كبير قوي وواسع وفيه اوض كتيرة، نقعد في اي اوضة منهم. وبالمرة بصراحة عايزين نتفرج على البيت بتاعك اللي انتي بقالك سنة بتحكيلنا عنه. ايوه، بصراحة انا متحمسة قوي اشوف بيتك يا سلمى، من كتر ما انتي بتقولي ان هو حلو قوي وكبير، وفي حاجات كتيرة والعاب. اه فعلا. ايه رأيك يا سلمى؟ لا لا، مش هينفع النهاردة، ماما لسه جاية من السفر، ازاي يعني اقول لها انا عازمة صحابي؟ فيها ايه يا سلمى؟ احنا هنقعد بس في اوضة كده على جنب، فيها ايه؟ قلتلكوا خلاص بقى مش هينفع، انا لازم اروح دلوقتي. انتي مالك اتعصبتي ليه؟ ما اتعصبتش ولا حاجة، بس ما ينفعش يعني تعزموا نفسكوا عندي في البيت. ماشي، احنا كنا بنقترح فكرة، مش هنيجي خلاص. شكرا يا سلمى. طيب يلا، انا مروحة. بصراحة بقى انتي لو ما خرجتيش معانا المرة دي، انتي كل مرة ما بترديش تخرجي، كده احنا هنعرف ان انتي بخيلة ما بتحبيش تصرفي خالص. ليه مش عايزة تخرجي معانا؟ ايه، لا انا مش بخيلة. اه، ما هي حاجة من الاتنين، يا اما انتي فقيرة يا اما انتي بخيلة. لا، خلاص خلاص هخرج معاكو. هي اخيرا بجد. يلا بقى، يلا نخرج. بصراحة المطعم ده تحفة، جربته قبل كده مع بابا وماما. ده اغلى مطعم هنا. ايه يا نهار ابيض، اغلى مطعم؟ تقولي حاجة يا سلمى؟ لا لا. طيب شوفوا بقى هتطلبوا ايه. بصراحة انا عايزة ايه. انتي طلبتي ايه من هنا يا سما قبل كده وعجبك؟ بصي، شوربة السي فود عندهم تحفة، جربيها. خلاص، انا هجيب شوربة سي فود. ومثلا، مش عارفة، لسه هفكر في حاجة كمان. ماشي، وانتي يا سلمى هتجيبي ايه؟ ايه، انا عايزة مية. ايه مية؟ في ايه يا سلمى، مش عايزة تاكلي ولا ايه؟ لا بصراحة انا عاملة دايت ومش هقدر اكل الاكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده. ماشي بس عادي، ده سي فود يعني مفهوش حاجة لو كلتيه. لا مش هينفع، هيتخني خالص وانا ما بحبش ازيد في الوزن. بس انا عايزة مية بس. خلاص يا جماعة، سيبوها عشان تبقى براحتها، ما نخليهاش تاكل غصب عنها. طيب خلاص براحتك، بس في حاجات هنا للدايت برضو. بصي عندك كده في المنيو. بصراحة اقولكوا على حاجة، انا ما بحبش الاسماك خالص. انا جيت بس معاكوا عشان انتوا ما تزعلوش، عشان انتوا كنتوا عايزين تخرجوا. بجد؟ طيب احنا ممكن نروح مطعم تاني، مش لازم ناكل هنا يا سلمى. لا لا بقى، خلاص انا هطلب مية هشربها وخلاص.
ماشي يا سلمى. ايه يا سلمى، عملتي ايه في المدرسة بتاعتك النهاردة؟ كان يوم حلو قوي النهاردة. بجد؟ طب وعملتي ايه؟ اتأخرتي ليه كده؟ اي كنت مع صحابي، خرجنا. طيب وانتي كان معاكي فلوس؟ اكيد لأ، انتي معكيش بس غير الفلوس اللي بتروحي بيها في الطريق. عادي عادي، انا اتصرفت. طيب احنا ندخل نعمل الاكل بقى. انا مش عارفة، بس انا اللي كدبت على صحابي من الاول. انا مش عارفة اعمل ايه. انا مش قاعدة غير في بيت فيه اوضة وصالة، وكمان احنا معناش فلوس خالص. اخواتي الاتنين هما اللي بيصرفوا عليا. بقولك ايه، انا عندي فكرة حلوة قوي قوي قوي. قولي ايه هي؟ سلمى عيد ميلادها بكرة. طيب وبعدين؟ ايه رأيك نعزم اصحابها كلهم اللي في المدرسة معاهم اللي هي بتحبهم، ونجيب تورته ونعمل لها كده عيد ميلاد حلو قوي. الله، بجد دي فكرة حلوة قوي، اكيد هتفرح. طيب خلاص، انا بكرة هعدي اجيب التورته وهجيب الزينة وكل حاجة. طيب المهم بصي، دلوقتي ادخلي الأوضة بتاعتها، هاتي التليفون بتاعها عشان نجيب ارقام اصحابها ونرن عليهم ونبعت لهم نقول لهم ان عيد ميلادها بكرة وان هما لازم يكونوا هنا. ماشي، انا هدخل دلوقتي بالراحة اجيب التليفون بتاعها. اوعي تسمعك، مش عايزين المفاجأة تبوظ خالص. لا مش هتبوظ، ما تقلقيش. الو. ايوه يا سما، انا اخت سلمى. بصي، كنت بس عايزة اعزمك على عيد ميلادها، احنا عاملين لها بكرة عيد ميلادها مفاجأة. اوعي تقولي لها اي حاجة، انا عايزاكي بس تيجي انتي وصحابك كلهم عشان نعمل لها المفاجأة الحلوة دي في عيد ميلادها. ماشي خلاص، هستناكوا بكرة بقى الساعة 7. ماشي، يلا باي. خلاص، خلاص كده احنا عزمناهم كلهم كده، تمام. ماشي، انا رأيي دلوقتي نجهز البيت ونجهز الاكل اللي ممكن نعمله بكرة. ايوه، وانا هعدي على اي مكان كده اجيب الحلويات وانا جاية. طيب ماشي، يلا بقى. صباح الخير يا سلمى، انتي صحيتي؟ صحيت. ايه كنتوا بتعملوا ايه كده؟ لا ولا حاجة، كنا قاعدين شوية. طيب ماشي، انا هروح بقى المدرسة عشان ما اتأخرش. ماشي، بس اهم حاجة ترجعي بدري. ليه، هو في حاجة؟ لا كده ما تتأخريش، بس ليه تتأخري بعد المدرسة؟ بلاش تخرجي في اماكن برا. حاضر حاضر، هرجع على طول، ما تقلقوش، انا كده كده مش معايا فلوس اخرج. ماشي، وما تقلقيش، انا من بكرة هديكي فلوس اكتر. عادي عادي. ما تنسوش بقى ميعادنا النهاردة بالليل، احنا معزومين على عيد ميلاد سلمى. اوعى واحدة فيكو تغلط وتبوظ المفاجأة. لا لا، انا مش هقول اي حاجة. ايوه انتي بالذات اسكتي خالص عشان كلامك اكيد هيوقعنا. بصراحة انا فرحانة قوي، اخيرا هنروح نتفرج على البيت بتاعها الكبير قوي. متحمسة قوي اشوفه. وانا كمان بجد، من كتر ما كانت بتحكي لنا قد ايه هو كبير وحلو قوي، متحمسة عايزة اشوفه. وانا كمان. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. انتي عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه هتعملوا حاجة بعد المدرسة؟ ايه لا لا، احنا نروح البيت على طول النهاردة. ايوه فعلا، مش هينفع نتأخر النهاردة. ليه؟ كده عادي. بصراحة اهلنا زعقولنا امبارح، قالولنا مينفعش نتأخر كده تاني برا. بالظبط كده. بس انا هروح مشوار كده بعد المدرسة واروح على طول. طيب عادي، انا ممكن اجي معاكو. لا لا مش مشكلة، احنا هنروح على طول ونرجع، ما تقلقيش. طيب خلاص. كويس، انتوا جيتوا على الميعاد بالظبط. ميعاد.
ايه هو انتوا مين؟ احنا اخوات سلمى. انتي متأكدة ان ده بيت سلمى؟ ايوه طبعا ده بيتها واحنا اخواتها، والنهارده كنا عايزين نعمل لها مفاجأة. ايه مش عارفة بصراحة، انا مش متأكدة. طب هي فين سلمى؟ سلمى جاية، هي المفروض في الطريق. ماشي ماشي، خلاص اقعدوا استريحوا لحد ما نعمل حاجة في المطبخ. حاضر. بقى ده بيت سلمى؟ شفتوا كل ده طلعت بتكتب علينا. ايوه فعلا، انا مش متخيلة ده البيت اللي هي كانت بتقعد تحكي لنا عليه. طب هي ليه كدبت؟ مش عارفة بجد. فعلا، وهي كنا كل ما نقول لها نيجي نقعد عندك في البيت تقول لنا لا مش هينفع. طلع عشان كده. يمكن كانت مكسوفة عشان بيتها صغير خالص ومش حلو. اه اكيد. احنا المفروض ما كناش نحرجها ونقعد نقول لها نيجي البيت. طيب واحنا كنا هنعرف منين؟ احنا فاكرين بيتها عادي زي ما هي بتقول، فكنا عايزين نيجي. خلاص خلاص، المهم اتعاملوا طبيعي جدا وما تبينولهاش اي حاجة عشان ما تتضايقش. النهاردة عيد ميلادها. خلاص ماشي، احنا مش هنقول اي حاجة. سلمى، ايه رأيك في المفاجأة اللي احنا عملناها لك دي؟ ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ ايه يا سلمى، ما كنتش عايزانا نيجي ولا ايه؟ انتوا ايه اللي قالكوا تيجوا؟ هما اخواتك عزمونا فاحنا جينا. انتوا ازاي تعزموهم؟ فيها ايه يا سلمى؟ مش دول صحابك وانتي بتحبيهم وعايزة تقعدي معاهم؟ احتفلي بقى بعيد ميلادك معاهم. لا، انا مش عايزة حد. ليه كده بس يا سلمى؟ ايه يا سلمى مالك؟ انا مش عايزة ابقى صاحبتكوا تاني خلاص. ايه ليه كده يا سلمى؟ ده انتي صاحبتنا الوحيدة. ايوه، ايه حصل لكل ده؟ انا عارفة انتي متضايقة عشان انتي كدبتي علينا. كنتي بتقوليلنا ان انتي غنية جدا وانتي مش غنية. ايوه انا فعلا مش غنية وكنت بكدب عليكوا. طيب وايه المشكلة لو كنتي قلتلنا الحقيقة؟ اكيد ما كناش هنقول حاجة. انا معرفش. انا قلقت تبقوا مش عايزين تبقوا صحابي لما تعرفوا ان انا فقيرة ومعيش فلوس. مين قال كده؟ احنا عادي هنصاحبك في اي حال، ما تقلقيش. سيبك بقى من الكلام ده. تعالي شوفي الهدايا اللي احنا جبنالك هدايا حلوة قوي لعيد ميلادك. بجد؟ وروني بقى. ماشي، المهم شوفي هديتي انا.